وصلت لمرحله ان انا بقيت بقول لنفسي انت بتعملي ايه في حياتك؟ انت حياتك دي عباره عن ايه دلوقتي؟ مستنيه ايه عشان تقومي من مكانك وتتحركي؟ ايه اللي مستنياه؟ عاملين ايه النهارده؟ باذن الله انا بصور اول حلقه في البرنامج اللي انا كنت قايله لكم عليه قبل كده، اللي هو سميناه او انا اللي سميته لوحدي The way to the best version، الطريق الى النسخه الافضل. عاملين ايه؟ وحشتوني والله. بصوا، النهارده 1/6، يعني اول يوم في نص السنه اللي احنا من اولها كنا حاطين اهداف وعايزين نوصل لها. ولو سألت نفسي وسألت اي حد فيكم عملنا ايه من الاهداف دي، الاجابة هتكون nothing. طبعا الا من رحم ربي، اكيد في ناس اجتهدت واشتغلت على اهدافها لحد ما يعني بدأت يعني تلاقي نتائج ليها، نتائج للجهد والشغل اللي اشتغلته على اهدافها. لكن انا وبعض الصالحين ما عملناش حاجة. فانا جاي النهاردة نتكلم اخوات وصحاب وحبايب عن احنا ممكن نعمل ايه في ال6 شهور الباقيين دول عشان نلحق نفسنا وننقذ ما يمكن انقاذه. يعني لان يعني مش هينفع نفضل كده في مكاننا وما نتطورش ولا حاجه. انا واحده من الناس كنت حاطه اهداف ان انا هتعلم فوتوشوب، ان انا هتعلم ادوبي كلها، ولا اتعلمت اي حاجه. انا شفت فيديوهين حلقتين من الكورس كامل بس، ما شفتش حاجه تاني. كنت حاطه اهداف دراسيه وما عملتش منها الا يعني ما كملش ربعها. كان عندي اهداف كتير من اول السنه وكاتباها في الاورجنايزر، واعترف ان انا لحد النهارده مضيعه. فانا جايه النهارده افوق وافوقكم معايا عشان there is no time. خلاص مفيش وقت. احنا ما ينفعش نطلع من السنه دي باذن الله، ربنا يكتب لنا العمر، الا واحنا يعني على الاقل اشتغلنا على اهدافنا. مش هقولكوا حققناها، ممكن، بس يعني عشان شكلنا قدام نفسنا ما نبقاش قصرنا وضيعنا. لان يعني مفيش حد بيحب انه يبص لنفسه ويلاقيها ما حققتش اللي هي كانت عايزاه. فاهمين قصدي؟ جه النهارده اقول لكم بعد بحث طويل ودراسه لاكتر من كام يوم، طلعت بكميه حاجات هتساعدنا، معلومات هتساعدنا ان احنا نطور الموضوع كله، نطور من نفسنا ونطور من اهدافنا. هو اول حاجه عامه احنا لازم نحقق احنا لازم نحدد الاهداف اللي احنا عايزين نحققها. انا عارفه، انا حاسه اني خيلتكم رايحه جايه رايحه جايه، بس احنا لازم نحدد الاول احنا عايزين ايه. يعني احنا دلوقتي انا بقول لكم في نص السنه المفروض ان احنا نشتغل على الاهداف اللي احنا عايزين نحققها. طيب نحدد الاول الاهداف دي ونعرف ايه هي. في ناس من اول السنه كانت محدداها وفي ناس لسه محددتهاش، فخلونا سواء حددناها او محددناهاش خلونا نكتبها من اول وجديد، لان ده هيحسسنا ان احنا لسه يعني لسه هنبدأ، واحنا حرفيا لسه هنبدأ، بس ما هنفتحها ان احنا كاتبينها من كام شهر، من 6 شهور، ونلاقي ان احنا ما عملناش فيها حاجة، يعني هنبقى disappointed جدا. حاسه ان عايزه اقوم اقف عشان ما اقعدش رايحه جايه كده. يعني احنا المفروض الاول نحدد الاهداف اللي احنا عايزين نحققها. طيب ممكن نجيب ورقه وقلم او نوته وقلم، او بعتذر، او مش شايلاها في المونتاج مش قادره، او اورجنايزر انا هسند عليها التليفون. بس لو ما عندكيش اورجنايزر او مش تعرفي تجيبيها، ممكن تعملي انتي اورجنايزر على ايدك، اللي هو مخطط تعملي فيه للايام والشهور ثواني. انا عندي دي فيها، كنت جايباها قبل السنه ما تبدا كمان، فيها بيج للاهداف، مقسمين اهداف دينيه، تعليميه، مهنيه، ماليه، ايه ده، صحه ولياقه،
واهداف ترفيهيه. ف... وهنا في كالندر، بصوا دليل على اني ما عملتش حاجه من اول السنه. ف والله العظيم انا مكسوفه من نفسي. بص، لا عملت بصراحه اهو. بصوا كان في حاجات هنا بس انا ما كنتش كاتبه في لا طلعت عامله حاجات وناسياها. طلعت عامله حاجات فعلا وناسياها. احنا هنا اهو. المهم في الشهور والسنين والشهور والايام وكل حاجه، وانتي اعمليها في البيت على ايدك، او لو انتي زي حالاتي عندك واحده وركناها، او تقدري تجيبي واحده دلوقتي. المهم مش عايزين نضيع وقت بقى. وعايزه اقول لكم حاجه، ايه رايكم نخلي الرحله تشاركيه؟ يعني احنا لما حد فيكم يعمل حاجه يوريها لي، ينزلها، يمنشن لي، يبعتها لي، وانا كمان لما هعمل اي حاجه هصورها وانزلها واشارككم معايا كل حاجه. تمام تمام. الثلاثة 4 اللي هيشوفوا الفيديو يعني. المهم ازاي بقى نحدد الاهداف بتاعتنا؟ طبعا اكيد سمعتوا عن حاجه اسمها سمارت جولز، وان هي ليها شروط كتير. الاهداف ليها شروط كتير علشان تبقى سمارت، وهنشرح كل ده دلوقتي. بس الاول عايزاكي تجيبي لي ورقه مثل هاي، اكتبي عليها الاهداف اللي انت عايزه تحققيها. يعني انت عايزه تحققي الفتره دي، يعني انت اعملي ورقه لاهداف الشهر ده، تمام؟ وامشي وراها، امشي وراها هدف هدف، ان انت تحققي اهداف الشهر ده. يعني انا كاتبه الحاجات اللي انا محتاجه اشتريها الشهر ده، وهي كلها حاجات فعلا محتاجه شغل ومجهود وميزانيه كبيره. ف انا كاتباها وهحطها قدامي طول الوقت علشان افضل اشتغل عشان اجيبها كلها. وممكن ما اجيبهاش كلها الشهر ده، بس اهم حاجه ان انا ابقى شغاله وخلاص، لانه احنا في كل الاحوال لازم نشتغل، ويعني ده مش اوبشن، ده يعني حاجه اكيده. وكل شهر اكتبي واحده بالاهداف اللي انت عايزه تحققيها. وخلوا بالكم الحاجات مش لازم تبقي حاجه محتاجه تشتريها، ممكن تبقى امتحان عايزه تعدي فيه، ممكن تبقى كورس عاوزه تاخديه، اي حاجه. لكن انا الشهر ده ما عنديش اهداف، ما عندي حاجه. هقول لكم بقى، ممكن تبقى هدف انت عاوزه يعني تحققيه، مش لازم يبقى حاجه تشتريها، فاهماني؟ مش يعني في شهور كان بيبقى عندي اهداف ان انا عندي امتحان. انا بالمناسبه انا بمتحن اصلا دلوقتي، فاوريدي كنت الشهر اللي فات عامله في الجولز بلان بتاعتي انه انا عاوزه اعدي. اوكي، فانا بذاكر دلوقتي عشان احقق الهدف ده. فالهدف مش لازم يكون حاجه انت عايزه تجيبيها وخلاص، ممكن يكون اي حاجه تانية. ازاي بقى نعمل سمارت جول؟ ازاي؟ اول حاجه لازم نعرف سمارت دي جايه من ايه. SMART. كل حرف في الخمسه بيدل على مصطلح معين. هنبدا اول حرف فيهم هو S، ده متاخد كده اختصار لكلمة specific يعني محدد. يعني الهدف لازم يكون محدد، لازم تبقي يعني ما تقوليش ايه انا عايزة الشهر ده اقرا. تقري ايه؟ هتقولي تقري ايه؟ لازم تحددي انت عايزة تقري ايه. عايزة تقري الرواية الفلانية، الكتاب الفلاني، عايزة تقري كل يوم كام صفحة، عايزة يعني ايه التارجت بتاعك من القراية. تكوني محددة كده الهدف بتاعك، مش تسيبيه عايم، لانه مفيش حاجة اسمها عايزة اقرا، مفيش حاجة اسمها عايزة انجح، مفيش حاجة اسمها عايزة العب رياضة. اوكي، خدي الهدف وهاتي التودو ليست بتاعتك واكتبي انا النهاردة عايزة اعمل الحاجة دي، يعني وبكرة اعمل الحاجة دي، وهكذا. شوفي انتي هتحدديها ازاي، على حسب وقتك الفاضي، على حسب قدرتك على الاستيعاب، على حسب حاجات كتير. انا بقى يعني انا بتكلم والله قدرتك او قدرتك، بس انا عشان بقى يعني بخاطب البنات وكده يعني.
يعني قصدي قدرتك وقدرتك، بس انا يعني هتلاقوني معظم كلام بيطلع بصيغة المؤنث فما تاخذونيش. تاني حاجة احنا قلنا اس specific محدد. تاني حرف هو الام، ودي متاخده من كلمة measurable. measurable يعني قابل للقياس، يعني تختار هدف بينفع انه يتقاس، يعني هي ما فيهاش ذكاء. بصوا يعني مثلا لما واحد يقول عاوز اخس، طيب هتخس يعني هتخس ايه؟ هي على فكرة برضو مرتبطة بالاولانية. طيب انت عايز تخس، قول انه عاوز اخس مثلا 15 20 25 كيلو، اكتبها قدامك وستيك قدامك عشان ما تنساش او مش ما تنسيش. المهم اعملوا كده. الهدف لازم يكون محدد وقابل للقياس. ثالث حرف وهو ايه؟ وهو متاخد من كلمة achievable، يعني قابل للتحقيق. يعني ما تقولش مثلا انا عايزه اطلع على القمر دلوقتي، يعني الشهر ده مش هينفع. هو عامة لازم يكون الهدف متفق مع امكانياتك الحالية، يعني انت تشتغل عليه بامكانياتك الحالية وتقدر تعمله. لما تتطور هتحط هدف تاني اكيد اكبر منه، وتبقى برضو قادر ان انت توصله، بس بامكانياتك بقى ايه المستقبلية اللي جاية. يعني ما ينفعش تقولي انا الشهر ده عايزه اطلع على القمر، من ازاي؟ ما ينفعش. فلازم يكون الهدف قابل للتحقيق. اوكي ممكن بقى تعمل ايه؟ لو انت عايز تطلع على القمر فعلا ده مش مستحيل، ممكن يعني تقعد بقى تحط اهداف كتير لحد بقى ما توصل للهدف الاخير اللي يأهلك ان انت تطلع على القمر. يعني مفيش حاجه مستحيله عامه. رابع حرف وهو حرف الار في كلمه سمارت، وده متاخد من مصطلح اسمه relevant، يعني تكون الهدف مناسب لطموحاتك وميولك. ما تبقاش انت ما بتحبش لا الرياضة ولا العلوم وتقول انا هدخل علمي عشان امي عايزاني ادخل علمي، يعني ما ينفعش. لازم يكون مناسب ليك وللي انت عايزه ولقدراتك ولميولك. يعني انا عامة بعترف بالميول جدا، اللي هو انت ميولك كذا اوعى تروح في حتة تانية، الا لو انت ليك برضو ميول في الحتة التانية، بس ما تروحش في حتة عكس ميولك تماما او انت مش حاسس انك هتحبها. شوف انت ايه الحاجة اللي انت عايزها فعلا واعملها بناء على طموحاتك وعلى الحاجات اللي انت عايزها وعلى ميولك. ما تخليش حد يأثر عليك، لازم الهدف يبقى نابع من جواك انت ما تكونش أداة بتحقق طموح غيرك، لا. ولا تعمل حاجة عشان تبقى شبه مجرد يعني شبه حد وانت اصلا ما بتحبش الحاجة دي. انت ممكن تبقى ماشي بتحب الحد اللي بيعمل كده بس انت ما بتحبش الحاجة دي، فليه؟ يعني انت مثلا لو انت بتحب حد بيحب السباحة وانت ما بتحبهاش، مش لازم تحبها، يعني مش مشترط اصلا. تمام؟ فلازم الحاجة اللي انت هتعملها تكون نابعة منك انت. اوكي. الحرف الاخير من كلمة سمارت هو التي، فده جاي من مصطلح اسمه تايم باوند. يعني ايه تايم باوند؟ يعني تكون محدد وقت تخلص فيه التاسك او الهدف ده. يعني قلت لكم احنا مثلا دلوقتي انا عامله مثلا الورقه دي اشتغل ان انا احقق اللي فيها في شهر، اللي هو الشهر مثلا شهر 6 اللي هيبدأ دلوقتي ده، شهر 6 ماشي. هل لو شهر 6 خلص وانا لسه محققتش نصهم مثلا هزعل؟ لو انا شغالة مش هزعل، لكن لو انا مضيعة هزعل طبعا، وهزعل من نفسي زي ما انا زعلانة من نفسي دلوقتي على ال6 شهور اللي ضاعوا من غير ما اعمل فيهم حاجة تذكر. عملت بأمانة حاجات من اللي كنت كاتباها في الورقة دي اللي في الأولانية اللي في الأورجنايزر، بس يعني حاجات تافهه، مش يعني شيء لا يذكر يعني. فزي ما بقول لكم خلونا نستغل الوقت اللي فاضل واعمل لدنيتك
كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ماشي. النقطة اللي بعد كده، لو انت نويت تحقق حاجة، طبعا كله بإذن الله، حاجة كبيرة كبيرة وانت شايفها قدامك كده كاملة، يعني انت جبت البورد وكتبت عليها مثلا I wanna write a poem، اوكي، عاوز تكتب قصيدة مثلا، انا بعمل كده، اقوم كاتبة انا عايزة اكتب قصيدة. طيب انا كنت في دماغي من فترة ان انا عايزة اكتب حاجة مختلفة ما كنتش كتبت زيها قبل كده، بس يعني دماغي كانت شايفة انها حاجة كبيرة جدا، يعني انا ممكن عشان كده ما بكتبش كتير قصايد، لان هي بالنسبة لي حاجة مجهدة ومحبطة، لاني لما بمسك القلم واجي احاول االف والاقي الحاجة القافية مش راضية تيجي، ده حاجة بتحبطني جدا. وبعدين عرفت من بعد كده ان ده عادي، يعني شفت لقاء لشاعر كان بيقول ان هو كمان بيحصل له كده عادي، هو واحد من اكبر شعراء مصر، مش عارفه عادي اقول اسمه ولا لا، بس يعني لما حصل هو قال ان ده بيحصل معاه، انا اطمنت عادي، بالذات ان هي بتروح وترجع، بالذات ان الملكه بتروح وترجع يعني. فبقيت بطمن عادي، وبكتب كل ما يجي في دماغي حاجه بقوم كاتباها في ساعتها. فانا عايزه اقول لكم ان انا اصلا مش بكتب القصيده على مره واحده، وفي العادي كل حاجه مجهده، مفيش حاجه مش مجهده في الدنيا. فلما انا كتبت ان انا عايزه اكتب القصيده دي على بعضها كده، انا والله ما مسكت قلم ولا جيت جنبها. بس المفروض بقى انا عملت بعد كده ايه عشان اعرف اكتبها؟ قسمت هي I think 4 مقاطع، قسمت ان انا هكتب كل مقطوعة في مرة، وكتبت صحيح لحد دلوقتي لسه ما حفظتهاش بس كتبتها، وان شاء الله قريب هطلع اقولها على مسرح وهبقى انزلها لكم هنا. المهم بعد ما قسمتها لكذا فقرة لكذا، يعني قسمت المهمة الكبيرة اللي انا عايزة اعملها، قسمتها يعني من الاخر هات الهدف الكبير اللي انت عايزه، انا مش عارفة ايه العشوائية اللي انا بتكلم بيها دي بجد، هات الهدف الكبير اللي انت عايزه وقسمه لمهام صغيرة، اللي هو انت النهاردة هتعمل الجزء ده منه، بكرة هتعمل الجزء ده منه، وبعده هتعمل الجزء ده منه، بالذات ان احنا اصلا يا جماعة المهام الاساسية اللي علينا زي الشغل والضغط بتاعه بيخلينا ان احنا اصلا مفيناش دماغ لحاجة تانية. فاللي هو الله خلصت شغل انا داخلة انام، انا حياتي عبارة عن كده، خلصت شغل اخش انام، اكافئ نفسي بالنوم، بعملش حاجة تانية. فانا مش عايزه ابقى كده، انا مش عايزه حياتي كلها تبقى محصوره في ان انا قاعده بس بشتغل وخلاص، مش بعمل اي حاجه تانية ووقتي كله رايح لناس تانية، فلا، انا مش عايزه كده. فالاهداف بتاعتنا لما تكون كبيره، يا عمي خد ساعه من اليوم تحققها، تحقق فيها حاجه تخدم الهدف ده بس. وبعد كده عايزه اقول لكم ان الوقت ده حاجه غاليه قوي، ومش هيعرف قيمتها غير اللي ضيعها، زي كده انا ضيعت وقت طويل قوي. انا حاسه ان انا قاعده بحكي لكم عن احزاني، مش قاعده بديكم نصايح. يعني انا بصوا، انا قلت لكم قبل ما السلسله دي تبدا وانا بعرفكم بيها ان انا بقول لنفسي قبل ما اكون بقول لكم، بقول لينا كلنا عشان كلنا نستفيد. انا قبلكم والله العظيم ان انا بقول الكلام ده لنفسي قبلكم، انا مضيعه، انا مقصره، انا شخص غير مؤهل ان هو يطلع يقول لكم الكلام ده يعني قدوه، لا حاليا لا، بس انا امشور ان انا باذن الله يعني لما هلتزم وهعمل كل الحاجات دي، يعني هي كلها خطوات بسيطه اصلا بس احنا اللي بنكسل. فيا جماعه عايزه اقول لكم الوقت مفيش اهم من الوقت في الحياه، الوقت لما بيعدي ما بيجيش تاني، مستحيل يرجع، خلاص اللي بيعدي، ويا نستغله يا عملت ايه في الوقت ده ما عملتش. فالوقت لازم نراقبه، من هنا ورايح هنراقب الوقت، عايزين نتفق، يعني نتفق ان احنا من هنا ورايح هنراقب وقتنا. هتعمل ايه بقى؟ هتجيب لي التودو ليست بتاعتك او اي نوتة او اي ورقة من عندك،
وهتجيب ورقة فاضية. لا والله في ورق كتير مليان اهو، دليل على اني برضو ايه عملت حاجات، مش عارفة باين هنا ولا لا. المهم هتجيب لي ورقة فاضية وهتكتب لي فيها الوقت، الساعات اللي عندنا من 1 ل24. يعني هتكتب 24 من 1، هتخطط هترقم من 1 ل24 ماشي. وهتاخد يعني انت مثلا هتنام مثلا 6 ساعات، شدهم هتنامهم اكيد ورا بعض سي من مثلا 12 ل6، من 12 ل6 مثلا. فهتشد كده يعني قوس كبير من 12 ل6 وتكتب كده جنبها نوم، ان انا هنام مثلا. يعني مش عايزه اعملها عملي معاكو عشان يعني هتاخد وقت طويل قوي، بس ممكن يعني اعملها عملي وانزلها في فيديو منفصل عن ده. تمام. هنقسم اليوم، وبعد ما خدنا الساعات اللي هننام فيها هيبقى مثلا عندنا من 6 ل8 انت يعني بتبدأ اليوم بتسمي الله كده، اللي هو تشرب قهوتك او الشاي بتاعك او اي مشروب انت بتحب تشربه، وتتفرج على بودكاست. انا بتفرج على بودكاست اكتر ما بتنفس عن نفسي يعني. ف هتعمل كده. وبعدين بعد الساعة انا بقول يعني انا بقول لكم على التنظيمة اللي انا هنظمها او اللي انا اوريدي كنت منظمها يعني. المهم هناخد الوقت بقى اللي احنا هنشتغل فيه او هنذاكر فيه بعد كده. يعني احنا مثلا هنذاكر من كذا لكذا، هنقوم واخدين من كذا لكذا وكاتبين شغل او work، وبعدين من كذا لكذا بريك، يعني تاخد مثلا نص ساعة ساعة بالكتير. نسيت اقول لكم حاجه، نسيت اقول لكم سحر انا بذاكر بيها. بصوا يا جماعه، في تقنيه اسمها بومودورو تكنيك، اكيد في ناس كتير فيكم عارفاها، بس برضو في ناس متعرفهاش، فانا هقول لكم هي عباره عن ايه. هي عباره عن ان احنا بنقعد نذاكر، احنا بناخد الساعه بنقسمها لمده طويله بنذاكر فيها ومده قصيره بناخد فيها بريك. يعني لو احنا مثلا معانا الساعه دي ساعه، فاحنا في اول 50 دقيقه هنذاكر، وهيتبقى اخر 10 دقايق نقوم ناخد فيهم بريك. انا تقريبا قلت عنها في فيديو قبل كده والله ما فاكره. يا جماعه انا عايزه اقول لكم حاجه، البرنامج ده او القناه دي نفسها واحده من الاهداف اللي انا كنت حطاها في اول السنه وما عملتهاش، وانا دلوقتي لسه عاملاها. وممكن تبقى ساعه الا ربع وساعه، وقصدي وربع ساعه، يعني ساعه الا ربع مذاكره وربع ساعه بريك. طبعا ده قيسه على اي حاجه وراك، مذاكره، شغل، اي حاجه جديده انا التزمت بيها. الحمد لله. احنا نخلي كل يوم هنقرا صفحه قرآن صفحه، يعني مش عارفه تقريبا قرآن، يعني انا بسمع ناس كتير بتقولها قرآن، في ناس بتقولها قرآن، مش عارفه، بس هي قرآن ايوه. فدلوقتي نقرا كل يوم صفحه. انا عايزه اقول لكم ان انا كنت في اول السنه عامله ان انا هقرا كل يوم 5 صفحات، صفحه بعد كل صلاه، بس التزمت بيها اسبوع وبعد كده ما خلاص. فخير الاعمال ادومها وان قل، فخلينا نخليها صفحه، مش هتقدر على صفحه خليها نص صفحه، خليها ربع صفحه، خليها اي حاجه، المهم نقرا كل يوم قرآن ونخلي القرآن في حياتنا. تمام. وجبت سبحه، كنت مستثقله اذكار الصباح والمساء، برضو التزمت بيها اول اسبوعين في السنه. وبعد كده يعني انا كنت بحب اعد على صوابعي، لان انا سمعت قبل كده ان الصوابع اللي بيسبح على صوابعه بتنور في القبر بتاعه. فانا كنت لما بعد على صوابعي بنسى انا دلوقتي في رقم كام، ولا انا دلوقتي بعد في ايه، ولا انا في انه ذكر اصلا، لان كنت بسرح. فجبت سبحه وبقيت دلوقتي بسبح عليها. حتى لو مش هتقول العدد كامل، اللي هو مش هتقول 100، قول 50، قول 20، قول اي حاجه، بس ما تقطعش خالص. وانا الغلطه اللي عملتها ان انا لما لقيت نفسي بنسى وكده فقطعت خالص. لا، انا رجعت بقالي فتره طويله شويه الحمد لله، رجعت بسبح على السبحه، اوكي، وده اضعف الايمان.
ونفسي ارجع اصبح على صوابعي، ونفسي اركز وانا بصبح على صوابعي عشان ما انساش انا في العده الكام. انا بنسى انا في انه ذكر، مش بنسى انا في العده الكام. فيعني ربنا يتولانا كلنا برحمته، نخلي ربنا في يومنا ولو ربع ساعه. طبعا 5 صلوات دي حاجه مفروغ منها. انا برضو يعني انا مش والله ما بجهر بمعصيه، بس انا برضو ما كنتش بصلي، يعني كنت بصلي شويه وارجع اقطع، اصلي شويه وارجع اقطع، واصلي شويه وارجع اقطع، وقعدت فتره طويله ما بصليش خالص، ولسه راجعه اصلي من اول وجديد. فلما تلاقوني نزلت لكم فلوج وما فيهوش الصلاه، فكروني وقولوا لي كلام يضايقني عشان ارجع اصلي تاني. زي ما قلت لكم هنقسم الحاجات الساعات زي ايه، زي على قدر المهام اللي عندنا يعني، والحاجات اللي احنا عايزين نعملها من اول 1 لحد 24. واكيد اليوم هيكفي للحاجات اللي احنا عايزينها، لان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. بعد كده راقب نفسك بتتطور ولا لا، ولو لقيت نفسك ما بتتطورش، ودي حاجه انت هتحسها اصلا طبيعي من غير ما تراقب نفسك ولا حاجه، لما تلاقي نفسك بعد الشر يعني ما بتتطورش، غير الطريقه اللي بتتعلم بيها، لان مش كلنا بنفهم بنفس الطريقه ولا كلنا بنتعلم بنفس الطريقه. عشان ايه؟ عشان احنا في حاجه اسمها فروق فرديه، احنا مش كلنا، يعني مش كلنا، انتوا فاهمين قصدي انا عارفه، بس احنا مش كلنا هنتقبل المعلومه بنفس الطريقه. يعني في ناس مذاكرتها بتيجي معاها بطريقه، وفي ناس مذاكرتها بتيجي معاها بطريقه مختلفه تماما، او في كله عامه مش بس المذاكره. فاحنا لما تلاقي الطريقه مش نافعه، تغير الخطه، ما تغيرش الهدف، تغير الطريقه اللي انت بتشتغل بيها. نيجي بقى للخطوه اللي انا بموت فيها عن نفسي. لما تلاقي نفسك انجزت حاجه، كافئ نفسك ولو بكوبايه قهوه. يعني لو انت سعادتك في كوبايه قهوه، اعمل كوبايه قهوه، بس بعد ما تكون انجزت اللي انت محدده. تخلي عندك مكافئتين، مكافأة يومية في نهاية اليوم تكافئ نفسك بيها، ومش لازم تروح تشتري لك ايفون 14 برو ماكس تكافئ نفسك بيه، لا، انت ممكن تكافئ نفسك بأي حاجة انت بتحبها. ان شاء الله تكون حلقة في مسلسل، فيلم بتحبه. انا عن نفسي بكافئ نفسي بالحاجات دي، انا بحب الحاجات دي قوي. فانا لما بنجز حاجة بروح اجيب لنفسي اي حاجة من الحاجات دي، قلم جديد، ستيكي نوت، استيكه، برايه، اي حاجه، الحاجات دي بموت فيها. المهم لما تلاقي نفسك انجزت، كافئ نفسك. شوكولاتايه، معايا شوكولاتايه في الشنطه صحيح والله لسه فاكرها دلوقتي. المهم الهدف الصغير، المكافاه الصغيره في اخر اليوم، بعد ما خلاص انت I did all، خلصت اللي عليا بقى، اكافئ نفسي، اتبسط في اخر ساعه قبل ما انام. انما المكافاه الكبيره بقى خليها مثلا كل شهر. لما تلاقي نفسك الشهر ده انجزت تقدم كبير، كافئ نفسك بحاجه انت عايزها، هاتيلك شنطه، هاتيلك يعني على حسب بقى قدراتكم، ومش لازم برضه تكون حاجه بتشتريها، ممكن يعني تخرج نفسك خروجه حلوه، وان كانت برضه دي حاجه ماديه، بس المهم شوف انت ايه اللي بيبسطك بقى، بس حاجه كبيره بقى، يعني حاجه اللي هو تسجلها، اللي هو انا عملت النهارده كذا واتبسطت بكذا. والجورنالينج، نسيت اقول لكم جورنالينج، يعني انا حاجه بتفكرني بحاجه. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله ما في سكريبت للحلقه، ودي حاجه في منتهى العشوائيه، يعني انا بس يعني كاتبه كده نوتس على التابلت ان انا بس بفكر نفسي، لكن انا مش كاتبه سكريبت للكلام كله. شوفوا انتوا انا كنت بقول ايه، الجورنالينج، التدوين. انتوا اكتبوا انتوا الحاجات اللي ممتنين ليها في حياتكم. طبعا ده جورنالينج معشوق جدا، فممكن انتوا تجيبوا ستيكرز، تجيبوا تطبعوا صور بناء على احلامكم والحاجات اللي انتوا عملتوها وتكتبوها. وهقول لكم افكار للجورنالينج والله بعد كده في الفيديوهات الجايه، استنوا اكتبها في الافكار. مش عارفه يعني الحاجات دي المفروض تشال في المونتاج، بس انا بقى مش هشيلها، لا.
افكار للجورنال عشان نبقى نطبقها مع بعض، نبقى نطبقها سوا كلنا ونبقى نفرج بعض عليها، ده اساسي. يعني عارفين لو حد فيكم عمل حاجه وما فرجنيش عليها والله هزعل. اخر حاجه معانا عشان انا حاسه الفيديو طول قوي، خليك صبور، استعجل في الاكشن، في الفعل، بس ما تستعجلش النتائج. يعني ايه؟ والنصيحه دي انا واخداها من الباشمهندس احمد ابو زيد، الدروس اونلاين، تابعوه والله. هو ايه اللي تابعوه؟ اكيد كلكم تابعينه عامه. المهم هو كان بيقول كده دايما استعجل في الفعل، في الاكشن، وخليك صبور في النتائج. يعني انا دلوقتي فتحت القناه دي وصورت فيها اكتر من فيديو ومفيش ولا فيو، والله العظيم لحد النهارده مفيش ولا فيو جت. بس انا مستمره في السعي رغم انعدام النتيجه، مش مشكله. فانا دلوقتي زي ما قلت في الفيديو قبل وانا بعرف بالبرنامج ده، قلت لكم ان انا هصور حتى لو مفيش فيوز لحد ما ربنا يأذن ويبقى فيه فيوز. طول ما احنا مستمرين في السعي اكيد في نتيجه هتيجي ان شاء الله. واحد يعني انا راضيه لو حد واحد اتفرج واستفاد باللي انا بقوله وشاركوا معايا، اهم حاجه تشاركوا معايا على فكره. فدلوقتي يعني هبقى هابي لو واحد بس شاف الفيديو والله. فخليك صبور، اعمل اللي عليك وخلاص. يعني حط التودو ليست واعمل اللي فيها حتى لو النتائج هتتاخر قوي، مش مهم. المهم اعمل اللي عليك واللي هيوصلك. عشان بص، اصل انت يعني لو ما عملتش ده هتيجي في الاخر تقول يا ريتني ما عملت، لكن لو عملت ويعني وربنا كاتب لك حاجه تانية هتبقى عملت اللي عليك وخلاص. المهم اعمل اللي عليك، نعمل كلنا اللي علينا للاخر. وانا طولت عليكم، انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس عادي. باي.